من آلاف السنين على ضفاف نهر النيل ما كانش المصري القديم بيبني مجرد معابد وتماثيل، لكن كان بيحط أولى قواعد التصميم وأولى قواعد الفن في التاريخ. كل حجر وكل نقش وكل لون كان بيحمل فكرة ورسالة وتوازن دقيق بين الجمال والمعنى والإحساس. الفن ما كانش مجرد زينة في حياة المصري القديم، بل كان لغة مقدسة تعبر عن النظام والانسجام الكوني. كل كبيرة وصغيرة كانت متصممة بدقة هندسية وروح جمالية ونسبة ذهبية. يمكن المصري القديم ما كانش بيستخدم مصطلح النسبة الذهبية، لكنه كان بيستخدمه ببراعة مذهلة. من أول تمثال نفرتيتي لحد الأهرامات، هرم خوفو، بتلاقي النسبة الذهبية متجسدة في كل تفاصيل الجمال بدقة وهندسية خرافية. الفن عند الفراعنة ما كانش عشوائي، كل لون كان ليه معنى وكل رمز كان ليه إحساس. النهاردة وبعد آلاف السنين لسه مبادئ التصميم من الفراعنة حية لحد الآن، في كل لوجو وفي كل بانر وفي كل واجهة تصميم بيوحي للتوازن والمعنى والبساطة. كل دي دروس اتعلمناها من الفراعنة. المصريين اتعلموا واستخدموا التباين والسيمترية وكل الأشياء دي وكل مبادئ التصميم والفاندمنتالز بتاعت الجرافيك ديزاين قبل ما حتى يكون في برامج التصميم زي فيجما وفوتوشوب والستليتور، او قبل ما ادوبي حتى تكون موجودة. كانوا بيستخدموا مبادئ التصميم. الفراعنة ما سابوش بس شوية آثار، بل سابوا لينا فلسفة في التصميم والجمال. بصراحة المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان للآثار، ده في رأيي، لأنك أول ما هتبص على تصميمه من الداخل أو من الخارج هتحس إن المهندسين والناس اللي اشتغلوا عليه اشتغلوا وكانوا بيفكروا بنفس عقلية الفنان المصري القديم. التناسق والخطوط الهندسية واستخدام النور الطبيعي، كل ده مش صدفة، ده تصميم معمول بعين مصمم جرافيك بس بأدوات معمارية. الواجهات بتتكلم بلغة الرمزية زي النقوش الفرعونية اللي كانت بتحكي قصص من غير كلام. حتى طريقة عرض القطع الأثرية جوه المتحف، الإضاءة، ترتيب المساحات والألوان الهادية، كل تفصيلة منهم معمولة عشان العين ترتاح والعقل ينبهر. المتحف المصري الكبير في ثوبه الجديد بالنسبة لي مش بس بيحافظ على التاريخ، ولكن هو ترجمة حديثة للجمال المصري القديم، وإظهار قد إيه المصريين بيقدروا الفن وبيقدروا التصميم، وقد إيه بيقدروا الهندسة المعمارية. زي ما الفراعنة كانوا أول المصممين، المصريين النهاردة بيكملوا نفس الرسالة. إزاي نحكي قصة بالجمال مش بالكلام، باللغة الرمزية، لغة الفن، لغة يفهمها كل الشعوب، لغة مش محتاج تتعلمها، لغة انت مولود بيها بتحسها وبتفهمها. احنا النهاردة قدام ابداع مصري هينقل التصميم في حتة تانية، هيوضح للناس ويفهمهم ايه هو التصميم، ايه هو التصميم المعماري، وقد ايه الحاجات دي وقد ايه التصميم والهندسة المعمارية مهمة في حياتنا اليومية. من الحجر للجرافيك، الابداع المصري مستمر. منتظرين بفارغ الصبر الافتتاح النهارده، واتمنى ان انا في يوم من الايام ازور المتحف المصري الكبير ويكون معايا معدات التصوير بتاعتي ويكون معايا معدات متطوره شويه عشان اقدر اخد لقطات خرافيه واقدر استكشف المكان بالكامل. كان معاكم غيث وائل، سلام.